هل سبق وسألت نفسك لماذا نواجه صعوبات في النطق أو التواصل؟ ومتى يكون هذا الأمر طبيعياً؟ ومتى يحتاج إلى تدخل؟ أهلاً وسهلاً بكم في هذه القناة. أنا لبنى، أخصائية تقويم النطق. أدعوكم لمتابعة هذا الفيديو حتى النهاية، لأن فيه معلومات مهمة قد تفيدكم. تأخر الكلام من أكثر المواضيع التي تسبب قلقاً كبيراً للآباء والأمهات، وغالباً ما يبدأ هذا القلق عندما يقارن الوالدان طفلهم بأطفال آخرين في نفس السن، فيتردد السؤال: هل ما يعيشه طفلي طبيعي؟ أم أن هناك مشكلة تحتاج إلى تدخل؟ أول نقطة مهمة يجب أن نفهمها هي أن تطور الكلام لا يكون نفسه عند جميع الأطفال. كل طفل له إيقاعه الخاص في النمو، وهذا أمر طبيعي. فبعض الأطفال يبدأون الكلام مبكراً، وبعضهم يحتاج إلى وقت أكثر. ولكن اختلاف السرعة لا يعني دائماً أن كل تأخر طبيعي. فهناك فرق بين تأخر بسيط وبين تأخر يحتاج إلى تقييم. تأخر الكلام يعني أن الطفل لا يستعمل اللغة أو الكلام بالشكل المتوقع حسب عمره. قد يكون التأخر في عدد الكلمات، أو في تركيب الجمل، أو في وضوح النطق، أو في القدرة على التعبير. ومن العلامات التي تستدعي الانتباه أن يكون الطفل لا يفهم التعليمات البسيط، أو لا يشير، أو لا يحاول التواصل بأي طريق. كذلك إذا كان الطفل يغضب كثيراً أو يبكي دون سبب واضح، فهذا قد يكون ناتجاً عن عدم قدرته على التعبير. وهنا نؤكد أن تأخر الكلام لا يعني دائماً وجود مشكلة خطير. في كثير من الحالات يكون التأخر بسيطاً، ويحتاج فقط إلى توجيه صحيح ودعم لغوي في البيت. ولكن الخطأ الشائع هو الانتظار الطويل دون طلب استشارة. كثيراً ما نسمع: سيتحسن وحده، دعوه يكبر قليلاً. ولكن التدخل المبكر يبقى أفضل خيار لفهم الحالة. تقويم النطق في هذه المرحلة لا يعني دائماً بدء العلاج، بل يعني أولاً التقييم والفهم، حيث تقوم أخصائية تقويم النطق بملاحظة طريقة تواصل الطفل، وفهم نقاط القوة ونقاط الصعوبة. وبناءً على ذلك يتم توجيه الأسرة وتقديم نصائح عملية. دور الأسرة دور أساسي، فالطفل يتعلم اللغة من خلال التفاعل واللعب والحوار اليومي. كلما كان التواصل هادئاً وطبيعياً وبلا ضغط، كلما تحسن تطور اللغة. ومن الأخطاء الشائعة إجبار الطفل على الكلام، أو مقارنته بغيره، أو تصحيحه بشكل متكرر. الطفل يحتاج إلى أمان وتشجيع ونموذج لغوي جيد. وأريد أن أطمئن كل أب وأم أن طلب الاستشارة لا يعني الفشل، بل يعني الوعي. وكلما فهمنا الحالة مبكراً، كان التدخل أبسط وأكثر فعالية. ولنقرب الصورة أكثر، سنتوقف عند بعض الأمثلة الواقعية التي نصادفها كثيراً في الحياة اليومية. مثالاً: هناك طفل في عمر 2 لا يستعمل الكلمات، ولكنه يفهم ما يقال له، يشير، ينظر، يبتسم، ويحاول التواصل بطريقته. في هذه الحال قد نكون أمام تأخر تعبيري بسيط، وهنا يكون دور التوجيه ودعم اللغة في البيت أكثر أهمية من القلق. في مثال آخر: طفل في نفس العمر لا يتكلم ولا يفهم التعليمات ولا يستجيب لاسمه ولا يشير ولا يبدو عليه أنه يحاول التواصل. هنا نتوقف ونقول إن الأمر يحتاج إلى تقييم أشمل لفهم سبب هذا التأخر.
مثال ثالث: طفل يتكلم، ولكن كلامه غير مفهوم. تختلط الأصوات، وتضيع الكلمات، فيفهمه الأب والأم فقط. كثيرا ما يقال في هذه الحال: نحن نفهمه، فلا مشكل. ولكن المهم هو أن يكون الطفل مفهوما في المحيط الخارجي، في المدرسة، ومع الآخرين. وهنا يكون تقويم النطق مهما لتحسين وضوح الكلام ودعم ثقة الطفل بنفسه. من الأمثلة التي نشاهدها كثيرا: طفل يتكلم جيدا في البيت، ولكنه يصمت في المدرسة أو مع الغرباء، فيقال: هو خجول. وفي بعض الحالات يكون الخجل طبيعيا، ولكن في حالات أخرى يكون الأمر مرتبطا بصعوبة في التواصل أو بقلق لغوي، وهذا لا يمكن تحديده إلا من خلال تقييم دقيق. ومن المواقف المتكرر أن يطلب الوالدان من الطفل أن يتكلم أمام الناس ليثبت أنه يستطيع، وهذا قد يزيد الضغط ويجعل الطفل يتجنب الكلام أكثر. فالطفل يحتاج إلى بيئة آمنة يجرب فيها ويخطئ ويعيد المحاول. ومن الأمثلة المهمة ما يتعلق بالشاشات: نرى طفلا يعرف أسماء الألوان والحروف من الهاتف أو التلفاز، ولكنه لا يستعملها في الحديث، فنظن أنه يتعلم اللغة. ولكن الحقيقة أن اللغة لا تتطور بالمشاهدة فقط، بل بالتفاعل. الطفل يحتاج إلى من ينتظره ويرد عليه ويشاركه اللعب والحديث. ومن هنا نؤكد أن أبسط اللحظات اليومية يمكن أن تكون فرصاً لغوية: أثناء الأكل، أثناء اللعب، أثناء الاستحمام، أو حتى أثناء ترتيب الأغراض. وفي هذه اللحظات لا نحتاج إلى تمارين معقد، بل إلى كلمات بسيط وتكرار طبيعي ونظر واهتمام. وأريد أن أؤكد في هذا الموضوع أن تأخر الكلام لا يقاس بكلمة واحد ولا بمقارنة سريعة، بل هو صورة كامل ننظر فيها إلى التواصل والفهم والتفاعل والعلاق. وكلما كان النظر شاملاً كان الدعم أفضل. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. أتمنى أن يكون المحتوى قد كان واضحاً ومفيداً لكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وترك أسئلتكم في التعليقات. شكراً لكم على المتابعة، وأراكم في فيديو قادم.